لو في ميزه واحده للعيشه في المانيا فهي انك هتبقى انسان نيوترال، هتبقى انسان نيوترال في مشاعرك، هتبقى يعني ولا بتتضايق قوي ولا بتفرح قوي ولا بتتعصب قوي ولا بتشيل في نفسك قوي. هتحس ان الحياه عندك بقى في حاجز ما بينك ما بين اللي بيحصل حواليك. مش مش هتبقى شايل كل حاجة على قلبك زي الأول. دي مش بسبب انك هتفقد أدميتك كبني آدم يعني واحساسك بالآخرين، ولكن بسبب انك هتبقى عايش في مجتمع الناس فيه اصلا الرياكشن بتاعهم كده. فانت شكلك هيبقى غريب قوي لو انت اوفر رياكتد لأي حاجة هنا. يعني انا ما شفتش حد بجد، ما شفتش اي حد هنا مبسوط قوي عشان مثلا هيتجوز او عشان خلف او عشان نجح في حاجة او عشان عمل حاجة يعني كان بيحلم بيها بقاله كتير. اللي يعني مش زي عندنا. يعني الحاجة التانية، لو انت بقى عايش لوحدك وحصلت لك حاجة حلوة او حاجة وحشة عامة يعني وعايز تشاركها مع حد مش هتلاقي، فغصب عنك مشاعرك هتبقى ليك. فمع الوقت يعني هتتعلم من الحاجات اللي بتحصل لك تخصك انت فهتحتفظ بيها لنفسك. فمش هيبقى عندك حته ان انت عايز يعني حته الكيوريوسيتي ان انا عايزه اقول لفلان وفلان وفلان عشان يجي معايا ولا عشان يفرح لي ولا عشان يدعمني بكلمه. او هتروح مع الوقت، هتحس ان انت يعني الحاجه اللي بتحصل لي دي يمكن ما تهمش حد تاني فاحكيها ليه. فهتبقى شويه يعني قافل شويه على نفسك. مش عشان انت هتبقى لئيم بقى وبتخبي والكلام ده، لا، بس عشان انت اصلا يعني هتفقد الشغف حتى ان انت تحكي حاجه حصلت لك. مع الوقت هتحس ان كل اللي بيحصل لك كلها حاجات عاديه، حاجات في الحياه. طبيعي انك تتجوز، طبيعي انك تخلف، طبيعي انك تنجح، طبيعي انك يحصل لك حاجه كويسه، طبيعي ان يحصل لك حاجه مش كويسه. فيعني هتاخد كل الباكج دي وهتبقى بتاعتك وجزء من حياتك. وما اعتقدش هتضطر ان انت يعني تقف عند كل لحظه عشان تحكيها لحد او تشاركها مع حد. على فكره الحاجه دي من الحاجات الصعبه، يعني انا بحكيها كده بس دي برضو يعني ما بتبقاش حاجه سهله. لما بتفقد احساسك ان انت عايز تفرح بحاجه مع حد، الموضوع بيبقى صعب بجد، بيبقى صعب لانك ما بتحسش بقيمتها. يعني في حاجات كتير الواحد ممكن يتعرض لها بسبب ان هو مثلا لوحده ما يحسش بيها، ما يحسش ببهجتها. زي مثلا لو حصل عيد الميلاد، ابسط حاجه، لو عيد ميلاد لوحدك هتعمل ايه؟ ولا اي حاجه. ممكن تجيب حته جاتوه ولا حاجه وتاكلها مع حاجه ساقعه وخلاص على كده وهتدخل تنام، يعني ما فيش اي حاجه هتعملها. لكن لو عيد ميلاد بقى انت عامله مع جروب وناس بتحبك وناس بتحبها وقاعدين بتهزروا وبتضحكوا في ميموري، في ذكريات وفي لحظه يعني تفتكرها بعد ما تمشي. دي حاجه ودي حاجه، دي حاجه ودي حاجه. ودي حاجه مش هتحصل لك هنا كتير لو انت لوحدك. لو انت بقى هنا معاك عيله بقى ومعاك اصحاب ومعاك يعني مولود هنا بقى وحياتك اصلا هنا، انت اوريدي هنا، دي حاجه تانية. مش بتكلم عن ده، انا بتكلم عن حد جه لوحده المانيا وعايش لوحده وما عندوش دايره اجتماعيه مقربه قوي، اللي هي اصلا صعب انك تعملها مهما كنت مندمج في المجتمع. انا كنت بدرس، كنت بشتغل، كنت بسافر، بعمل كل الكلام ده، وفي النهايه بعرف ناس كتير، يعني عندي ناس اعرفهم كتير وبهنيهم في المناسبات ومعرفش ايه. ولكن كاصدقاء بقى قريبين، لو حصل لي حاجه مثلا هيجوا هنا البيت يلحقوني يودوني المستشفى، لو اتزنقت في موقف او حاجه هيجوا يساعدوني، لا لا، اكيد هيفكروا 1000 مره قبل ما يعملوا حاجه زي كده. ففي ديستنس ما بينك ما بين مش اي حد تقابله هنا هو صاحبك، مش اي حد تتكلم معاه مره مرتين فخلاص بقى في عشم، بقى احنا اخوات واصحاب وحبايب. مع الالمان موضوع مش كده، هتضطر تحط يعني حواجز ما بينك ما بينهم، او هم اصلا هيحطها لك عامه لو انت مش فاهم ده. ولو هم حسوا ان انت يعني بتتطول شويه عليهم في البرايفت سفير اللي هم حاطينه، وهم حتى لو حسوا ان انت ابتديت تدخل في حياتهم بشكل مش عاجبهم، ممكن ما يفكرش يكلمك تاني. يعني حاجه احيانا بتاثر عليا بالسلب للاسف. يعني انا اوريدي متقبله نمط الحياه هنا وفاهمه الناس هنا بتفكر ازاي. وعلى فكره هي مش حاجه وحشه، انا مش بتكلم كده عشان اقول ان هي حاجه وحشه، هي حاجه مختلفه عشان احنا مش من هنا. انت لو عايش هنا مولود هنا دي هتبقى حاجه حياتك الطبيعيه عادي جدا زيهم، ومش هتحس اصلا يعني مش هتفهمني اصلا في اللي انا بقوله ده. بس انا بتكلم عن حد دي مش حياته الاصليه وعنده يعني باك جراوند من مكان تاني، الناس فيه انتراكت بطريقه غير كده، في سوشيال
كونكشن ما بينهم بشكل مختلف عن كده. ف هتحس باللي انا بقوله ده، هتحس بالفرق ده. كومبرومايز، انت عايز تاخد ايه في مقابل هتسيب ايه. ولكن عشان يعني مع الوقت ما تنشفش من جوه، يعني مشاعرك ما تنشفش تجاه اي حد، حاول على قد ما تقدر يبقى في كونكشن ما بينك ما بين اهلك في بلدك، كونكشن ما بين اصحابك انت عارفهم وبتثق فيهم، تقدر تكلمهم مثلا حتى لو مش هتشوفهم، بس مجرد انك يعني تمسك التليفون وتكلمهم ويسمعوا لك وتفضفض معاهم، دي حاجه يعني هتفرق معاك كتير. اكيد اي حاجه ليها ثمن، وغربتك هنا اكيد ليها ثمن، فمقابل المميزات اللي انت جاي عشانها او عايز تاخدها او عايز تستمتع بيها ليك ولاسرتك، اكيد في ثمن هتدفعه، وده جزء من الثمن ده. ف يعني دي حاجه من الحاجات اللي حبيت اشاركها معاكم هنا بسبب العيشه في المانيا. وبس كده. تشاو.